بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة الجرس الطرية اللي احنا شايفينها، جرس الأفران، الجرس الفلاحي بريحة زمان. هنعملها بمقادير سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت. لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها، لايك وشير للفيديو. معايا هنا المقادير: كوباية من المية، طبعا معايرينها بمج الشاي العادي، ومعايا هنا كوباية من الحليب او اللبن ضفتها على المية، وهضيف كمان عليهم نص كوباية من السكر، وهدوبهم كويس لحد ما اتأكد ان السكر داب معايا. هضيف عليهم معلقة كبيرة كده وممسوحة من الخميرة الفورية، معلقة ممسوحة كفاية علشان الجو الحر اللي احنا فيه. هنضيف عليها كمان نص معلقة كبيرة من الخل، يعني حوالي معلقة صغيرة، ونزلت عليهم بنص كوباية من الزيت، وهقلبهم كده كويس علشان كل المكونات تختلط مع بعضها زي ما احنا شايفين. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، وتشجعونا كده بكومنت حلو من عندكم علشان نستمر ونكبر بيكم يا احلى اخوات واحلى عيلة. نزلت هنا بكيلو من الدقيق، والدقيق ده انا مغربلاه مرة او مرتين علشان ناخد منه نتيجة كويسة يا جماعة. بعد كده نزلت عليهم بمعلقة صغيرة ممسوحة من الملح. انا كان المفروض خلطتها مع الدقيق، بس مفيش مشكلة، انا لسه كده في اول العجين زي ما انتوا شايفين. اهو زي ما احنا شايفين يا جماعة، الكيلو الدقيق انا عجنته بكوباية مية وكوباية حليب. لو ما عندكيش حليب ممكن تعجنيها بمية وتضيفي عليهم معلقة او معلقتين من الحليب البودر، اللبن البودر. بعد كده معايا نص كوباية من المية، حسيت العجينة انها محتاجة، لهنزل كده بحوالي معلقة كبيرة من المية لحد ما نوصل لقوام العجينة المطلوب. ممكن كمان تعجنيها بزبادي، او لو عندك لبن قاطع ممكن تعجنيها بيه، هتطلع معاكي حلوة جدا جدا. اهو كده هنستمر في العجن. بعد كده انا طلعتها على الرخام علشان اخد ودي فيها، عشان ما واخدهاش عدلي يعني في الطبق. انتي لو عرفتي تكمليها في الطبق عجن عادي كمليها. خلاص العجينة كده جهزت معايا. اخدت 3 معالق كبار من المية على الكوبايتين اللي احنا شفناهم في اول الفيديو. شايفين ناعمة وحلوة ازاي؟ هسيبها كده في الطبق، هغطيها بكيس واسيبها لحد ما تخمر. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله خمرت معايا ازاي. هنهبط الخمر كده ونبتدي نشكلها. انتي لو حابة تطلعيها على الرخامة وتعمليها كور كده تشكليها براحتك. انا كده شكلتها هي وفي الطبق زي ما احنا شايفين. دهنت ايديا دهنة زيت خفيفة وابتديت اشكلها كور كده في حجم بعض. عندك ميزان استخدميه، ما عندكيش خلاص ايديكي وعينيكي كده بالنظر تعملي الكور قد بعض. هخلصها كلها تشكيل وهرصها على صينية مدهونة من الزيت دهنة خفيفة اهو بالشكل اللي احنا شايفينه. بعد كده دهنت الوش بتاعها دهنة زيت خفيفة، وهغطيها بكيس وفوطة واسيبها ترتاح من 5 دقايق ل7 دقايق اهو زي ما احنا شايفين بعد ما ارتاحت. بعد كده هندهن الرخامة دهنة زيت بسيطة، وبعدين هنبتدي بأول كورة عملناها. وده مهم جدا يا جماعة ان نبتدي بأول كورة عملناها في اي معجنات، يعني علشان هي بتكون اكتر واحدة ارتاحت اول واحدة عملناها. اهو شايفين شكلها، وهنرصها على صاج مدهون دهنة زيت خفيفة. اهو بططت معاكم واحدة تانية. الجرس الطرية او جرس الافران زي ما انت حابة، ممكن تعمليها سادة او تحشيها اي حشوة انت عايزاها. ممكن عجوة، ممكن جرفة وعليها شوية سكر، او كاكاو وعليه شوية سكر. انا عملت كم واحدة كده بكاكاو وسكر. كده هنخلص كل العجين تشكيل وارجع لكم تاني اهو كده. ولو لقيتي اي حاجة شكلها مش متظبط حاولي تظبطيها بايديكي، وبعدين هنغطيها كده بكيس وفوطة ونسيبها حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، هتخمر معانا بسرعة عشان الجو الحر اللي احنا فيه. وشكلت كام واحدة كده بعد ما فردتهم. حشيت فيهم حشيتهم بخلطة من الكاكاو والسكر. انتي ممكن تحطي لهم كاكاو اللي هم من دول يا جماعة، ممكن تحشيها كاكاو وسكر او جرفة وسكر زي ما انتي حابة.
طبعا انا كنت مسخنه الفرن ودخلتها اهو كل دقيقتين او 3 بلفها علشان اضمن انها اخدت لون من تحت كله زي بعضه. اهو ابتدت تلون معايا. طبعا انتي لو هتسويها في فرن البوتاجاز العادي بتشغلي الفرن على اعلى درجة، واول ما تحسها اخدت لون من تحت بتشغلي الشواية عشان تلون معاكي من فوق. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. شايفين بسم الله ما شاء الله حلوة ازاي، شايفين طرية وهشة ازاي. اول ما تطلع من الفرن اديها رشة كده ببخاخ المية وغطيها علشان تفضل معاكي طرية. شايفين في منتهى الجمال. بكيلو دقيق موجود في البيت وعملنا احلى جرس طرية، جرس الافران مع كوباية شاي بحليب، وتكون معانا فطار في منتهى اللذاذة. اهو شايفين يا جماعة، هوريكم دلوقتي شكلها السادة والمحشية. شكلها وقلبها هش من جوه واخده لون من فوق ومن تحت اهو. وبكيلو دقيق سعره 20 جنيه عملنا حاجة. الكيلو بتاعها بره ب60 جنيه، عندنا هنا يعني انا معرفش عندكم بكام. ولايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة ينورنا بالاشتراك علشان دعمكم بيفرق وبيفرحنا علشان نكبر بيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. ودي اللي محشية بالكاكاو والسكر ورشة فوقيها سمسم. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.